معلش سوري يعني هل ده ما حصلش عن طريق الحاجات التانية؟ يعني احنا ما احنا عارفين ان كان في MSN وكان في الياهو، كان في برضو ان انت تكلم حد عن طريق الفيديو كولز والحاجات دي. ليه اشمعنى سوري الفيسبوك اللي حصل فيه المشاكل دي؟ عشان ده سؤال كويس قوي. عشان اتلمينا كلنا في حته واحده. كنا متنطورين. واحنا متنطورين ما فيش حاجه. يعني مره على الMSN يعني في اضرار ممكن محدوده. لا هنا في يعني هنا الريل لايف في صور، في صوت، في صحاب بتوع المدرسه وصحاب بتوع النادي والجيران وزمايل العمل. بقى كل ده موجود، فبقيتي جوه مجتمع تخيلي بس متاح وشغال. فحصل كل المشاكل. عشان كده بقول لك كان لازم يبقى في اسم بوليس عشان المشاكل اللي حصلت دي. فطبعا بقى في ان ما ينفعش ابدا ان انا اخش على تامر حسني الاقي 85 بروفايل اسمهم تامر حسني، لدرجه ان تامر طلع في اليوتيوب قال انا ما عنديش بروفايل يا جماعه على الفيسبوك ما اصلا. يعني من ضمن الحاجات مثلا كنا بنقول ان هو بيقول لك ان يعني لو حطيت المزيكا بتاعتك يا يحيى اتس نوت يورز اني مور، مش بتاعتك خلاص. مالكش حقوق ليه. لو حطيت صوره باكنهام خلاص انت شلتيها، هي عنده. طيب في بنت كانت مش محجبه واتحجبت فشالت صورها، انت شلتيها من البروفايل بس هي ما زالت موجوده. هي عند كل البشر. تاني حاجه انا من حقي استكمل معلومات عن يحيى في الجرايد وفي البلوجز. طب كده نشاط استخباراتي يعني، مش حاجه محترمه يعني، مش حاجه مش مفهومه. وبعدين انا كمان من حقي ابيع المعلومات دي. طب ده جديد بقى. ومن حقي اتبادلها مع شركات تانية. ولو بعت الفيسبوك يا جماعه كل ده مكتوب وكلنا قلنا اكسبت من غير ما نقرا. اوكي. يعني هو ما ضحكش على حد وقال لك انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، انت قلت له حاضر ولم تقرا. فكنا بنقول يا جماعه لا خلوا بالكم يعني ما تبقاش كريم في المعلومات. يعني احنا وصفنا الفيسبوك ده يا باكنام قلنا ده نادي بلا اسوار. انت حاطط اولادك يا يحيى ومفيش صوت، محدش بيحميك، مفيش حمايه كامله. كارثة. سهل قوي ان انا اخش اجيب بيانات حد هو متخيل ان هو قافل البروفايل بتاعه على اصحابه. لا هاكابل، ممكن اي حد يخش يعمل هاكينج. تمام. وهكذا. طب تيجي نشوف تقرير يا دكتور عن الحكايه دي ونرجع نكمل كلام مع بعض. تعالوا نشوف تقرير. دلوقتي اهتمامي بيه غير الاول خالص. يعني الاول كان اهتمامي بيه اصحابي واشوف الناس القديمه ايام الكليه والكلام ده كله، واشوف مين بيعمل ايه وايه الحاجات الجديده. دلوقتي كل اهتمامي بيه بلعب جيمز. ورجعنا تاني بعد التقرير. دكتور ايه رايك في التقرير؟ يعني هو ده اللي حصل بالظبط، ان في ناس ابتدت تبقى الفيسبوك بالنسبه لها هو وسيله انها تلعب جيمز زي اليوفيل زي البيت سوسايتي زي الحاجات كده. وناس تانية طبعا في حاجات كتيره بتحصل، مثلا يقول لك ايه رايك في كذا، الاستقصاءات اللي شغاله ليل نهار دي دي في ناس برضو وراها. يعني في حاجات ابتدى يعني انا مبسوط ان ابتدى الوعي يظهر ان في مخاطر يا جماعه من الفيسبوك. كان زمان يقول لك انت عامل الكتاب ده ليه؟ انت مجنون، ما فيش حاجه، انا مبسوط جدا انا لقيت صحابي بتوع زمان انا اقدر احمي نفسي. هو ده كان السبب غالبا اللي معظم كل الناس يعني دخلت عليه. اللي غطينا بيها الدواء المر او السم او الحاجه يعني. وما بقولش ان الفيسبوك وحش، انا ما زلت مؤمن جدا انه رائع يعني جدا. بس هو زي ما الموبايل خطر، زي ما حد ممكن يسمعك، زي ما حد ممكن يهاك عليكي في الموبايل، فانت ما بتحطيش اسرار كتيره وانت بتتكلمي في التليفون. ودايما نقول ايه، طب يا جماعه لما نتقابل مش هينفع نقول الكلام ده في التليفون، بقى عندنا نوع من الادراك والوعي. مش هينفع نقول كلام كتير ان حد تاني ممكن يسمعنا. نفس الحكايه انا في معلومات اللي بحطها في الحاجات اللي بسمعها في ومن اسوأ الحاجات برضو الاشاعات. يقول لك واحد يطلع اشاعه عن حاجه، اسهل ما عليا ان انا اعمل فورورد. طب ما الاسلام مثلا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نحن لا نتبين. فطلعت اشاعه النهارده ان الفراخ المصريه فيها حاجه، نشرناها كلها، تاني يوم بقينا البلد كلها بتقول ان في حاجه وما فيش حاجه اساسا. صحيح. او التفرقه مثلا بين الاديان، او جروب يطلع من جهات استخباراتيه لضرب الاسلام، فيقول لك يلا ردوا يا جماعه على اللي بيهينوكم، ما فيش حاجه برضه. فدي من مساوئ كتيره قوي من اللي حصلت من الفيسبوك. مين اللي عمل فيسبوك؟ مارك زوكربيرج. ودلوقتي عنده 24 سنه، ودلوقتي قيمته في السوق 9 مليار، اغنى شاب في العالم 9 مليار دولار. وما زال بينام على مرتبه في شقه اوضه واحده، وما زال عنده اللابتوب القديم اللي هو ما فيهوش تراك باد، فيه بتاع الحمراء اللي بنقعد نلعب بيها دي. تمام. طب ايه اللي استفاده هذا الشخص من انه يعمل الفيسبوك؟ استفاد ايه؟ هو احمد قال حاجه مهمه احمد قال حاجه ما عجبتنيش في الاول وقال حاجه دلوقتي كويسه. ايه اللي ما عجبتكش في الاول؟ ما عجبنيش، قال لك 70% من الشباب. انت عرفت منين هم 70% وحددت ازاي؟ يعني انا شايف في الجامعه كميه يعني انا مش عايز مش شباب، مش ولاد وبنات، لا انا بتكلم في شباب وولاد. فانا مش عايز دايما ان انا اقول يعني انا عرفت من، هل عندي احصائيه ان انا اقول رقم؟ ممكن اقول نسبه كبيره جدا بس ما اقدرش اقول حاجه زي كده. الحاجه اللي عجبتني قال لك ايه، طلع فكره ولقى حد
يساعده. هو دي المشكله المأساة ان عندنا ما عندناش حد يساعد حد. هو مارك زوكربيرج فعلا طلع فكره، لقى اللي يساعده ولقى اللي يموله ولقى اللي يكبره. واول جنسيته ايه؟ هو امريكاني يعني. امريكاني. اول راس مال اتعمل كان $500,000، ثاني راس مال $12 مليون، ثالث راس مال $100 مليون. مين اللي دفع هذا الراس المال الكبير؟ الاولاني خالص كان من الناس اللي هي يعني جيران واصحاب وشويه ناس عندهم شركات وكده. بعد كده ابتدى يخش بقى جهات من ضمن الجهات اللي دخلت احدى الشركات اللي تابعه للCIA، فابتدى الموضوع يبقى ياخد شكل تاني خالص خالص خالص. اول لما دخل CIA بقى ليه شكل تاني طبعا بالتاكيد. في CIA بس دخلت ولا اجهزه مخابراتيه اخرى دخلت؟ هي لو CIA دخلت هتقدم على كام حاجه تانية من اللي هي بيتبادلوا معلومات مع بعض. ما اعرفش انا اعرف اسرائيل يعني ما هي النهارده دلوقتي هل في اي فصل بين امريكا واسرائيل في هذه المواضيع؟ فهم هيخدموا على المخابرات الإسرائيلية. بس هي شركة اسمها انكيوتيل دي احدى شركات المخابرات الامريكيه. مين اللي جايب المعلومه دي منين؟ لا دي معلومه موجوده على الانترنت، معلومه موثقه؟ لا موثقه، ما فيش اي حاجه بالعكس. ممكن نشارك معانا برضو تليفون في الموضوع ده، ومعانا حسام. الو، ازيك يا حسام؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك يا استاذ يحيى؟ اهلا وسهلا يا فندم. احنا سعداء دايما برؤيتك الجميله ربنا يخليك. والتعدد الكتير اللي موجود في لقاءاتك. ميرسي، ربنا يخليك يا فندم. هو كنت هسأل سؤال، انما هسأل سؤال تاني ليك انت شخصيا. بالنسبه للإساءة، هو المفروض ان في جرائم بتتم من خلال الفيسبوك وهم متعمدين للاسلوب ده، فالمفروض ان في عقوبات المفروض ان احنا نتخذها ضد هذه الشركات او اللي بيبث هذه المعلومات. السؤال المحدد للدكتور جمال. الدكتور جمال، بالنسبه لكافه معلوماتك اللي متخزنه في الكمبيوتر. ايوه يا فندم. هل المعلومات دي ممكن وانا قافل الكمبيوتر كمعلومات استخباراتيه زي ما انت قلت من شويه يقدر حد يتوصل لها؟ لا، طول ما الجهاز مقفول مفيش حل. بس انا هديك معلومه مهمه قوي تحطها عندك. كان زمان يقول لك ما خرج عن الاثنين ليس سرا. دلوقتي اي حاجه خرجت عنك انت ليست سرا anymore. كتبتها، قلتها في موبايل، بعتها ايميل، كلمت مع صاحبك، ما عادتش سر خلاص. فلازم تبقى فاهم ان انت وانت بتطلع اي حاجه براك ما بقتش بتاعتك، او ممكن تبقى مش بتاعتك. نشكر حضرتك يا استاذ حسام. طيب ميرسي يا استاذ حسام على اتصالك. اسمح لي ارد عليك. هو حضرتك زي ما انت قلت في عقوبات بتحصل. الحقيقه انا ما اعرفش العقوبات دي، انا مش جهه عقوبه يعني، مش شغلتي، انا اسف يعني، ما اعرفش اعاقب. انا ممكن ما اكلموش، لا اقصى عقاب ممكن اعمله. انا عايز اقول حاجه. اتفضل. طيب اولا اللي بيشتم ده ممكن يكون جهه استخباراتيه، ودي حاجه لازم نحطها في دماغنا كويس قوي قوي. الحل، تعال نشوف الاخرين عملوا ايه. لما طلع في اليوتيوب فيلم يسيء للرسول عليه الصلاه والسلام، باكستان قالت انا هقاطع اليوتيوب اقتصاديا، مش هحط اعلانات، هقاطعها. فاليوتيوب فائت وابتدى ياخدوا رد وسحبوا الفيلم. فاذا كنت انت عملت جروب رائع جدا طبعا، لازم بقى المقاطعه تبقى من الشركات المعلنه على الفيسبوك. احنا هنقاطعه علشان في حاجات مش عاجبانا. فهمت يا احمد رايي ايه؟ بالظبط. فهمت رايي. هو دي اللي هي لويه الدراع بتاعت العالم بقى. زي بالظبط ده يرجعني ل 73، حرب 73. مش عارف انت كنت صغير ساعتها، ما كنتش موجود. عايز اقول لك في حرب اكتوبر 73 اول خطوه حقيقيه في مصر اكتوبر 73 ان العرب قطعوا البترول. عايز اقول لك حاجه عجيبه، النهارده في نشاط الاخبار بتلاقي البترول سعره احنا يعني وصلنا $100 وبعدين رجع $30 وبعدين 40 ومش عارف ايه. النهارده الصبح كان حاجه و$70 لو انا فاهم مظبوط. سعر البترول، برميل البترول قبل 73 كان ب $3. بص الفرق. الحرب خلصت $30 وصاعد، طلع 40. بص اللاويه عامله ازاي يا معلم. هي دي العالم بره ما بيفهمش، العالم كله ولا بره ولا جوه، العالم كله ما بيفهمش الطيابه. وانا لا دراعه هيمشي معاك حلو.